عني، اي والله اقسم بالحسين ومنبر الحسين، عزة الاطباء عني. والدكتور قال 4 أيام ويموت، 4 أيام ويموت. إذا عنده جهال حبيبي وياي بالك فدوه، إذا عنده جهال أو والده خل تجي تشوفه. دخلاني ويا عرته الدكتور وقفل الباب عليه، قال لي سيد تدري ايش فيك أنت؟ قال عندك مرض سرطان بالدم. بعد فتحت الباب أنا شردت بالشارع، وراي والدتي واخواني جابوني ورجعوني للمستشفى. قال لهم انا ما اقدر انطي علاج، توقعون على مسؤوليتكم اذا رجحتوه وانطي علاج. فوقع اخوي سيد رحيم البخاتي، وقع على مسؤوليته وانطانا علاج الكيميائي دكتور جواد العلي بالبصره مستشفى التعليمي. فاجاني اخوي صعداني برته قال انت علاقتك بالمنبر وانت خادم المنبر، اذا انت خادم الحسين ما يوقف لك، مو حبيبك انت تقول؟ قلت له انا حبيب الحسين، بس اذا حبيبي اطلعوا من يمي، اريد ابقى لوحدي. قلت له يا ابا عبد الله الحسين، انا خادمك وخدمتك بايام النظام واقرا على الفطره، اذا قصيده قريتها لامك الزهراء ما تجازيني يا ابا، ما كفانا هذا الحكي. قلت له يا ابا عبد الله الحسين، كلهم اعزاء عليك بواقعه الطف، ما حلفك بخدر زينب، ولا حلفك بكفي ابا الفضل العباس، وما حلفك بعبد الله الرضيع، ولا بالقاسم. بيش احلفك يا ابا عبد الله؟ احلفك بعطش علي الاكبر. طيبني يا ابا عبد الله. بهذه اللحظات وانغمى علي، واجاني امير المؤمنين قال لي ندبتنا واجيناك. واجا ابا عبد الله دق على كتفي قال سيد شلون تندبني بعلي الاكبر؟ تدري بي عزيز علي، دخلوني بغرفه مال طين، غرفه بناء طين وسرير حديث ومقاصه حديثه. اجروا لي العمليه من يم صدري، بس الألم حقيقة، يعني الألم حقيقة أنا واعي. أجروا العملية إلي ودق على صدري أمير المؤمنين وفزيت. من فزيت عندي ألم، والألم ما راح، نزلوني للطوارئ أتقيأ دم. ساعة ونص ارتاحيت، قلت لهم أنا جوعان جيبوا لي أكل. جابوا لي أكل وأكلت وانغمى علي، نمت بس نوم مفاجئ. وإجاني نداء سيد سوي تحليل. بس أنا أنوه لكم أنا عندي نسبة الدم 3 والنخاع 5. النخاع 5000، هو النخاع الطبيعي 500,000. عادوني ثاني يوم اجبرتهم خذوني سووا لي تحليل عالزهير البرزنشي، لقى الدم عندي، اسمعني، كان عندي 3، لقى عندي الدم 12 والنخاع 450. خلي يسمع جميع العالم الحسين هذا وفضائله. اجيت جبت التحليل واجيت الدكتور جواد العلي قلت له هذا عبد الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قال هذا مو تحليله،
هذا مو تحليل حسين جاسم فياض، مو تحليله. سووا لي تحليل، أعاد لي التحليل بالمستشفى، لقى عند الدم 13.5 والنخاع 500,000. إن جاني الحسين وطاني أبيات من الشعر: أنا حسين أنا حسين يا عباس عند عتايب يا مولاي، أنا حسين يا عباس عند عتاب، مريض أنا وطبيب أنت يا برداح الباب، مولاي تقول منت عنا لبابك واشبق يا عباس عتاب. اي والله من لسان الحسين هذا. متعني، اسمعني، متعني بقلب ملهوف واتحسر، واريد ان طلبتي منك يا ابن حيدر يا مولاي، يا ابا عبد الله، مرض كبير مرض كبير وانت الطيبه تقدر جيتك انا ومتعني لك قدامك اقعد واشكي. شقل لك يا مولاي؟ والله يقولون زينب طببوها وحرقوا قلبها براس اخوها. زينب 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 زينب. استقبلوا سماحة السيد جاسم الطرجاوي بالصلاة على محمد وآل محمد.